سجن غريب عبارة عن عدد من الأدوار بتجسد طبقات المجتمع. الأكل فيه بينزل من فوق وبيكون خلال دقيقتين بس، واللي بيتبقى منك بينزل الأدوار اللي تحتك. بيصحى جوري من النوم ويلاقي نفسه في زنزانة رقم 48، وبنعرف بعد كده إن الرقم ده بيدل على الدور اللي هم فيه. والزنزانة دي ما كانش فيها أي حاجة غير سرير وحمام، وفي نصها في حفرة عميقة جدا. وبنلاقي إن جوري مش لوحده في الزنزانة، وكان معاه واحد اسمه تريماجاسي. وبنعرف إن كل دور فيه زنزانة وبيكون فيها 2 مساجين. كل يوم في ترابيزة كبيرة بتنزل وعليها كمية كبيرة جدا من كل أنواع الأكل، وبتقف في كل دور دقيقتين بس، يا دوب تلحق تاكل وتشرب قبل ما الأكل يتحرك وينزل الزنزانة اللي تحت. فكان لازم تاكل بسرعة أكبر كمية تقدر عليها. وطبعا كل ما كنت في دور تحت كانت فرصتك إنك تاكل أقل. وعلشان يعدلوا ما بين المساجين كان كل شهر بيعيدوا ترتيبهم من تاني ويبدلوا الأدوار بينهم. لما جوري شاف ترابيزة الأكل لأول مرة ما أكلش منها لأنه ما كانش جعان، وساب الأكل لزمايله اللي في الأدوار اللي تحت. بس تريماجاسي كان بياكل بفجع شديد جدا، وكمان بعد ما خلص تف على الأكل وقال لجوري إن هو عمل كده لأن الأدوار اللي فوقيهم بيعملوا كده هما كمان. فجوري قرر إن ياخد تفاحة من الترابيزة ويحتفظ بيها علشان ياكلها بعدين لما يجوع. بس بمجرد ما الترابيزة نزلت من الدور بتاعهم الزنزانة بدأت تسخن جامد، وبنكتشف ساعتها إن ممنوع على المساجين إن يحتفظوا بالأكل، ومسموح لك تاكل بس والترابيزة في الدور بتاعك. فبيضطر جوري إن يرمي التفاحة وإلا هيموتوا من ارتفاع درجة الحرارة. وبعدها جوري بيفتكر المقابلة اللي عملها قبل ما يدخل السجن ده، وكمان بيفتكر إنه وقع على ورقة بتلزمه إنه ما يخرجش من السجن قبل المدة اللي اتفقوا عليها. وبنعرف إن جوري وافق إنه يدخل السجن ده لمدة 6 شهور، وفي المقابل هياخد شهادة دبلومة معتمدة. وكل شخص من المساجين كان مسموح ليه إنه ياخد معاه حاجة واحدة بس للسجن، فهو اختار إنه ياخد رواية. وتاني يوم جوري ما كلش حاجة من الترابيزة برضه، أما تريماجاسي أكل بفجعة زي المرة اللي فاتت. فجوري بيسأله عن قصته وإزاي دخل هنا. ساعتها تريما قال له إنه في يوم كان بيتفرج على التلفزيون وشاف إعلان سكينة عجبته جدا فاشتراها، وتاني يوم نفس الإعلان عرض سكينة أحلى من اللي قبلها، فده خلاه اتعصب جدا وخد التلفزيون رماه من الشباك. بس لسوء حظه التلفزيون وقع فوق دماغ واحد معدي من تحت البيت وقتله. فبعد الحادثة دي تم القبض عليه وخيروه بين مستشفى الأمراض العقلية والسجن اللي هو موجود فيه حاليا. وطبعا هو اختار السجن. وبيقول لجوري إن أكبر رقم نزل فيه هو زنزانة 132، وإن في أدوار أكتر من الرقم ده بكتير لأنه كان شايف الأدوار اللي تحته. وكمان قال له إن مفيش أكل بيوصل للأدوار اللي تحت دي، وده كان أسوأ شهر عدى عليه في المكان ده. أول ما جوري سمع الكلام ده اترعب جدا من إنه ينزل الأدوار اللي تحت، وبدأ يزعق في المساجين اللي تحت علشان يعملوا حساب لأكل للناس اللي تحتهم، بس مفيش حد رد عليه. فتريماجاسي قال له محدش هيعبرك، وكمان وقف على حرف الحفرة وبدأ يعمل حمام على الترابيزة. وسأل جوري عن الحاجة اللي اختارها علشان يجيبها معاه، فبيقول له إنها الرواية. أما تريماجاسي فبيكون اختار السكينة اللي شاف إعلانها في التلفزيون قبل ما يرميه. تاني يوم جوري بدأ ياكل من على الترابيزة، وفجأة واحد وقع في الحفرة من الأدوار اللي فوقيه. فجوري كان مستغرب جدا من انتحار الراجل ده لأنه بياكل كويس بحكم إنه في دور أعلى منهم. بس تريما قال له إن الموضوع ده طبيعي وبيحصل كتير جدا، بس مفيش حد من إدارة المكان بيهتم بالموضوع ده. وبعدها تريما بيحكي لجوري عن حكاياته في كل الأدوار اللي كان فيها قبل كده، وبيعرفوا إنهم هيغيروا الزنزانة اللي هم فيها في نهاية الشهر. وفهموا إن زمايل الزنزانة الواحدة بيفضلوا مع بعض دايما وما بيتغيروش. وساعتها جوري فهم إن تريما أكل زميله السابق لما كانوا في الأدوار اللي تحت، وده اللي خلاه قدر يفضل عايش ويتجمعوا مع بعض في زنزانة واحدة. بس لما ترابيزة الأكل جت تاني بنتفاجئ إن في واحدة اسمها ميهارو كانت قاعدة عليها. فجوري كان قلقان عليها لأنها مصابة، بس تريما قال له يفكه منها ويركز في الأكل. وبيقول له إن ميهارو متعودة تنزل الأدوار كلها مرة كل شهر علشان تدور على ابنها. وكمان قال له إنها بتقتل أي حد يجي معاها في نفس الزنزانة على أمل إن ابنها يجي معاها المرة اللي بعدها. وبيكمل كلامه ويقول له إن الراجل اللي وقع في الحفرة غالبا هتكون هي اللي رمته، وبيطمنه إنه ما قتلش زميله السابق زي ما هي عملت لأن زميله كان ميت أصلا وهو أكل جثته. ولما ميهارو نزلت للدور اللي تحتهم المساجين اللي كانوا فيه شدوها وكانوا عايزين يغتصبوها، فجوري فضل يزعق فيهم علشان يسيبوها. بس الحقيقة إن ميهارو ما كانتش محتاجة مساعدته لأنها قتلت المساجين الاتنين ورجعت تاني للترابيزة. ولما الشهر انتهى المساجين ناموا عن طريق غاز منوم والأدوار بتاعتهم فعلا اتبدلت. فلما جوري بيصحى من النوم بيلاقي نفسه مربوط في سريره، وبيكتشف إنه بقى موجود في الدور 171. فتريماجاسي قرب منه وقال له إن هو اللي ربطه في السرير لأنه أصغر منه في السن وأقوى منه، فكان لازم يأمن نفسه. وبدأ يسمع صرخات الناس من الأدوار اللي فوقيه، وده دليل على إن المساجين ما كانوش راضيين عن أدوارهم الجديدة وأكيد دوره هيبقى أسوأ. فتريماجاسي بيقول له إن الإنسان يقدر يعيش من غير أكل لمدة 8 أيام، وإنه علشان العشرة اللي بينهم هيستنى عليه لليوم الثامن على أمل إن أي يوم ممكن يوصل لهم أي أكل حتى لو فتافيت. وفعلا
وفعلا لما ترابيزة الأكل نزلت عندهم ما كانش باقي فيها أي حاجة غير أطباق فاضية. ولما بيوصلوا لليوم التامن ريما بيقول لجوري إن الوقت جه علشان ياكل، وفعلا قرب منه وهو في إيده السكينة وبدأ يقطع هدوم جوري، وكان هيقطع حتة من فخده وما كانش مهتم أبدا بصرخاته ولا توسلاته. بس قبل ما تريماجاسي يبدأ الأكل الترابيزة نزلت للدور بتاعهم وعليها ميهارو، وافتكرت إزاي جوري كان قلقان عليها فهجمت على تريما وضربته بالسكينة، وراحت بعدها لجوري وأنقذته. فبياخد السكينة منها وهجم على تريماجاسي بهستيريا ووحشية وبيقتله وأغمى عليه بعدها، وبيفوق ويلاقي نفسه على سريره اللي بتكون حطيته عليه ميهارو، وكمان ربطت رجله بحتة من الملاية علشان توقف له النزيف. وبيشوفها واقفة بتاكل جثة تريماجاسي فقربت منه واديته حتة لحمة وقالت له دوق معايا الحب دوق، فمرضاش يكسف ايديها واضطر ان هو ياكل لانه مقدموش اي خيار تاني. وبعدها ميهارو جابت له شوية مية علشان يبلع ونزلت على الترابيزة بدون ما تنطق ولا كلمة. الايام بتعدي على جوري وبتبدأ جثة تريما تتعفن، وساعتها جوري بيبدأ بالمقبلات ويبدأ ياكل الدود. وبتعدي عليه نوبات هلوسة بيشوف فيها تريماجاسي بيلومه على اكل جثته وبيقول له ان ما كانش ناوي يموته وكان هياكل منه قطع تخليه يفضل عايش اطول فترة ممكنة. المهم الشهر المعفن ده بينتهي على خير والغاز المنوم بينتشر من تاني وجوري بينام، ولما بيصحى من النوم بيلاقي ان في كلب بيلحسه. فجوري هنا بيتصدم لما يلاقي زميلته الجديدة في الزنزانة هي ايموري، وبنعرف ان دي هي الست اللي قابلته لما كان عايز يتطوع ويدخل السجن. وايموري اختارت انها تاخد الكلب بتاعها معاها، وبيطمن ان الزنزانة الجديدة رقمها 33. فبيفتكر المقابلة اللي عملها مع ايمو وازاي كانت مستغربة من اجاباته على اسئلتها لانه كان ساذج جدا ومش عارف هو داخل على ايه. فايمو بتقول لجوري انها اتطوعت زي ما هو عمل وانها ما كانتش تعرف ان في ناس بيموتوا في السجن ده، وقالت له كمان ان السجن بيتكون من 200 دور بس. فجوري بدأ يتكلم معاها وقال لها ان الاكل ما بيكفيش كل الناس اللي موجودة في السجن، بس هي بترد عليه وتقول ان الاكل هيكفي لو كل واحد اخد اللي يكفيه بس وعمل حساب زميله اللي تحت. فجوري بيحكي لها عن طفل ميهارو بس هي مصدقتهوش وقالت له ان سياسة الشركة ما بتقبلش الاطفال اللي اقل من 16 سنة. ولما ترابيزة الاكل جت راحت ايمو واكلت اللي يكفيها بس، وادت شوية اكل للكلب بتاعها وجهزت طبقين مناسبين للدور اللي تحتها. ولما الترابيزة نزلت للدور اللي تحت ايمو اتكلمت مع المساجين اللي فيه وقالت لهم ياكلوا اللي في الاطباق بس ويعملوا طبقين تانيين للي تحتهم زي ما هي عملت وهكذا، بس طبعا محدش اداها اهتمام. ساعتها جوري بيقول لها ان الادارة مش عايزة الناس تتعاون مع بعض، فهي قالت له انت بتكره الناس اللي بتحكم من غير ما تشوف، وبتقول انها اشتغلت مع الاداره دي فتره طويله وتعاملهم كويس جدا. بس ساعتها هو بيقول لها انت بتقولي كده لان الاداره اديتك امتياز انك تفضلي في الادوار العاليه. وتاني يوم ايموري عملت نفس الكلام، اكلت اللي يكفيها بس وجهزت طبقين للمساجين اللي تحتها وفضلت تتحايل عليهم ان ياكلوا الطبقين بتوعهم بس ويعملوا زيها، بس برضه محدش كان بيسمع كلامها لحد ما جوري زهق من زعيق ايمو كل يوم فقام من مكانه وهدد المساجين اللي تحت ان لو ما سمعوش كلامها هيعمل حمام على الاكل كله. وفعلا التهديد نجح والمساجين اكلوا اللي يكفيهم بس. وفي يوم ترابيزه الاكل نزلت وميهارو وقعت فوقها وهي مغمى عليها، فجوري وايمو بيشيلوها من على الترابيزه بسرعه بس بيغفلوا عن الكلب اللي فضل ياكل من على الترابيزه. وبمجرد ما نزلت للدور اللي تحت الزنزانه بدات تبقى ابرد، وساعتها جوري بيكتشف ان الكلب سرق اكل من على الترابيزه وفضل يجري وراه في الزنزانه كلها علشان يحدف الاكل بسرعه. وبالليل جوري ساب السرير بتاعه لميهارو ونام على الارض، بس بيصحى على صوت خناق لان ميهارو اكلت الكلب بتاع ايموري. وتاني يوم ميهارو بتسيبهم وتنزل مع الاكل كالعاده. فجوري بيحكي لايمو قصه ميهارو وابنها، بس هي فاجئته وقالت له ان ميهارو جات لوحدها من 10 شهور، وحكيت له ان ميهارو كانت ممثله مقطوعه من شجره وانها جت هنا متطوعه زيه. وبتقول له انها ندمانه انها بعتت ناس للسجن ده لانها ما كانتش عارفه حقيقه المكان هنا. وكمان قالت له انها كانت بتحارب السرطان لمده 3 سنين بس للاسف السرطان اتمكن منها فتطوعت انها تيجي هنا وتشوف ايه اللي بيحصل. وفضلت طول الشهر توجه الناس ان يراعوا بعض في الاكل وكل واحد ياخد اللي يكفيه بس، لكن للاسف ما نجحتش في المهمه دي. في اخر يوم في الشهر جوري بيقول لها ان تيجي تاكل من الترابيزه لانهم ممكن ما يلاقوش اكل من بكره علشان الادوار هتتبدل. بس ايمو كانت مكتئبه جدا لدرجه انها ما كانتش عايزه تاكل. وبعدها جوري بيصحى من النوم ويلاقي نفسه في زنزانه رقم 202، وده معناه ان في ادوار اكتر من العدد اللي كانت ايموري تعرفه. بس للاسف بيكتشف ان ايموري شنقت نفسها بملايه السرير. وفي اللحظه دي جوري بدا يهلوس تاني وشاف تريماجاسي، وكان تريما بيساله اذا هو هياكل جثه ايموري زي ما اكل جثته. بس بعد شويه ما بقاش تريماجاسي لوحده، كمان انضمت ليه ايموري وفضلوا يزنوا عليه علشان ياكل من لحمها. فجوري بيحاول بكل جهده ان يشغل تفكيره عن الهلوسه دي، وكان بيشغل نفسه باي حاجه تانية. ولما كان بيجوع
الجوع كان بيقطع من الرواية اللي في ايده وياكل ورقها علشان يخدع معدته، وكمان اخد حتة من طبق ازاز مكسور علشان يعد الايام على الحيطة. بس للاسف مع مرور الوقت الجوع بدأ يشتد عليه واضطر ان هو ياكل منها. فتريما بدأ ان يظهر له تاني وكان بيقول له على احلى حتة تتاكل من جسم البشر، وبيقول له اقطع من جنب القرقوشة وهتاكل وتدعيلي. بس بعدها الادوار اتغيرت تاني، فجوري صحى من النوم بس كان مبسوط لان لقى نفسه في الدور رقم 6، وكمان بيكتشف ان زميلته الجديدة في الدور تبقى ميهارو، بس بيلاقيها هجمت عليه بسكينة بتحاول تقتله. بس بعدها بنلاقي ان ده كان حلم وبيفوق ويلاقي ان زميله الجديد اسمه بهارات، وبنعرف ان بهارات اختار انه ياخد معاه حبل للسجن، وكان مبسوط جدا انه في الدور رقم 6 لانه كان عايز يخرج من السجن عن طريق التسلق للادوار اللي فوق. فبيطلب من الناس اللي في الدور الخامس ان يرمي لهم الحبل ويساعدوه في الطلوع لفوق. في الاول ما كانوش راضيين يساعدوه، بس في النهاية وافقوا، وواحد فيهم مسك الحبل وبهارات بدأ يتسلق. بس للاسف المسجونة التانية اول ما بهارات قرب يوصل عملت حمام عليه، فبهارات اتصدم من رد الفعل وكان هيقع في الحفرة. بس لحسن حظه جوري مسكه في اللحظة الأخيرة، بس للأسف الحبل بتاعه وقع، وبيسمع الاتنين اللي فوق بيضحكوا وبيتريقوا عليه. بعدها بتنزل ترابيزة الأكل وهي مليانة على آخرها، والاتنين بيبتدوا ياكلوا منها. بس مع مرور الوقت جوري بدأ يهلوس تاني وبيشوف تريماجاسي وإيموري، وتريما بيمدح فيه ويقول له إن ماشي على الطريق المظبوط لأن كده قدامه شهر واحد بس ويخرج من السجن. بس إيموري قالت له إن لازم يستغل الشهر ده ويحاول يصلح تصرفات الناس في السجن. فجوري جات له فكرة إن يجبر بيها الناس إن يراعوا بعض، وطلب من بهارات إن يساعده، وقال له إن ينطوا على الترابيزة وياخدوا في إيدهم أي حاجة يستعملوها كسلاح، ويجبروا الناس إن هم ياكلوا اللي يكفيهم وبس. وبيقول إن لما كان في الدور 202 حسب الوقت اللي الترابيزة بتاخده علشان تتحرك من دور لدور قبل ما تطلع تاني، وبناء عليه حسب إن الأدوار 250. فبهارات عجبته الفكرة وكسروا هما الاتنين حديد السرير وعملوه أسلحة، وطلعوا على الترابيزة ونزلوا معاها للدور السابع. فجوري قال لبهارات إن الناس اللي في الدور ده أكلوا امبارح كويس واكيد هياكلوا بكره، فمش هياكلوا النهارده. فقرروا يمنعوا اي حد ان هو يقرب للاكل لحد الدور ال50، وقال انهم هيبتدوا يوزعوا الاكل من بعد كده لان دول الناس اللي بيوصل لهم الاكل قليل جدا او ما بيوصلش خالص. بس بهارات اتردد في الاول لان في الناس دي ناس ساعدته ان هو يطلع بالحبل الشهور اللي فاتت. بس لما واحد من الناس دي بدا يتصرف بعنف بهارات فهم وجهة نظر جوري وعمل اللي قال له عليه، وفعلا الاتنين بداوا ينزلوا الادوار اللي تحت ويمنعوا اي حد يقرب للاكل سواء بالتهديد او بالضرب، لحد ما وصلوا لدور في راجل عجوز اسمه برين بانج. وبرين بانج ده كان راجل حكيم يعرف بهارات كويس، فعجبته فكرته بس حذرهم وقال لهم ان الاداره مش هتهتم باللي هم بيعملوه، وكمان مش هتهتم لو هم نجحوا في تقويم سلوك المساجين، بس ممكن اللي شغالين في السجن يهتموا بالكلام ده. فقال لهم انهم محتاجين لرمز يعرفوا بيه اللي شغالين في السجن انهم نجحوا في تقويم سلوك المساجين. وساعتها بهارات وجوري بيختاروا انهم يشيلوا طبق غالي وفخم جدا، وهو ده اللي هيبقى الرمز، لان الطبق ده هو اول طبق المساجين بياكلوه، ولو وصل لهم سليم هيفهموا ان في حد بيحاول يصلح من طمع المساجين. وبيكملوا المهمة بتاعتهم وفضلوا ينزلوا مع الترابيزة ويمنعوا اي حد انه يقرب منها، واهم حاجة بالنسبة لهم كانت المحافظة على الطبق اللي اختاروه، لحد ما الاتنين وصلوا للدور 50. فبدأوا انهم يوزعوا اطباق محددة على المساجين، والمساجين كانوا مبسوطين جدا. وفي الدور 97 لقوا راجل عجوز مريض ومعاه طفل من ذوي الاحتياجات، فجوري راح للراجل العجوز وبدأ يأكله، بس الطفل قال لهم ما يتعبوش نفسهم لان كده كده هيقتل الراجل العجوز بعد ما يمشوا وياكل الاكل اللي في بطنه. وفي الدور اللي بعده جوري بيلاقي جثة لشخص واحد، وتوقع ساعتها ان ميهارو صحت في الدور ده، بس بيتفاجئ ان الترابيزة ما وقفتش في الدور ده، وبيعرف ان الترابيزة ما بتقفش في الادوار الفاضية. وبكده طبعا لما وصلوا للدور 250 الترابيزة ما وقفتش لان حساباته كانت غلط، وبتكمل نزول، وده معناه ان في ادوار اكتر من كده. وفي الدور 251 بيشوفوا اتنين من المساجين بيهاجموا ميهارو، واحد كان معاه سيف والتاني كان ضخم، فبالتالي ميهارو ما كانش معاها اي فرصة قدامهم، فبيهجموا عليهم بهارات وجوري علشان ينقذوها. فبهارات قدر يقتل الراجل اللي معاه السيف وراح علشان يساعد جوري وبيقتل الراجل الضخم، لكن للاسف بتكون ميهارو ماتت. فجوري كان زعلان جدا عليها وكان عاوز يفضل معاها، بس بهارات سحبوا بسرعة على الترابيزة ونزلوا هما الاتنين. وللاسف كان في ادوار كتيرة فاضية وما فيهاش الا جثث بس. واخيرا الترابيزة وقفت عند الدور 333، وده معناه ان ده الدور الاخير. في الاول كانوا فاكرين ان الدور ده فاضي، بس فجأة في طفلة بتخرج من تحت السرير. الطفلة دي تبقى بنت ميهارو الطفلة المفقودة. فبهارات وجوري بينزلوا من على الترابيزة وراحوا ناحية الطفلة، وبمجرد ما نزلوا من عليها الترابيزة نزلت في حفرة في الارض. فجوري بيطلب من بهارات ان يرمي الطبق على الترابيزة في الحفرة علشان يوصل للي شغالين في السجن، بس بهارات رفض. والغريب في الامر ان درجة حرارة الزنزانة ما اتغيرتش بالرغم من انهم خدوا اكل من على الترابيزة. وبعدها بهارات ادى الطبق اللي معاه للطفلة، وجوري بيغمى عليه وبيجيله هلوسات تاني، بس المرة دي ما بقاش يشوف ايموري وتريماجاسي بس، ده كمان بقى يشوف معاهم بهارات اللي بيقول له ان الطفلة هي الحل. ولما بيفوق
بيفوق من هلوسته بيكتشف إن صاحبه بهارات مات بسبب الجروح اللي اتعرض لها طول طريق النزول، وبيكون عدى يوم وبتنزل الترابيزة تاني، فجوري بياخد الطفلة ويقعدوا عليها وبتنزل بيهم جوه الحفرة، والمكان بيكون ضلمة جدا. بس فجأة ظهر له تريماجاسي وبيقول له ينزل من على الترابيزة لأنه نجح في الاختبار، ويسيب البنت تطلع لوحدها لأنها الرسالة ومش محتاجة حد يحملها. وتطلع الترابيزة من تاني وعليها الطفلة علشان تختبر رحمة الناس ويشوف مين هينجح في الاختبار. أحداث الفيلم ده بتدور في سجن غريب بيجمع أخطر مساجين العالم، وكمان في إمكانية إنك تدخله بإرادتك مقابل طلب معين بيتنفذ لك. بس اللي محدش كان بيبقى عارفه إن مفيش حد بيدخل السجن ده وبيخرج منه سليم، وده لأنه بيتكون من 333 دور. كل دور بيكون فيه فردين وفتحة كبيرة في النص بينزل منها ترابيزة الأكل اللي بتقف في كل دور دقيقتين بس، ومطلوب منك تلحق تاكل اللي يكفيك فيهم. واللي بالمناسبة بيكون الأكل ده عبارة عن كل الوجبات المفضلة للمساجين، لأن أي مسجون قبل ما يدخل السجن ده بيتسأل سؤالين: إيه هي الوجبة اللي بيفضلها؟ وإيه الحاجة اللي حابب ياخدها معاه للسجن؟ زي مثلا سكينة، كتاب، ولاعة، حبل كده يعني. بندخل بقى في تفاصيل الجزء ده واللي بتدور أحداثه قبل الجزء الأول بفترة، وبيبدأ في الدور ال24، وبيكون في راجل ضخم اسمه تام ومعاه بنت جميلة اسمها بيرم، وبيكون متضايق إن البيتزا بتاعته حد أكلها. وبنعرف من الناس اللي فوق إن في حد في الدور ال21 هو اللي أكلها، وده عكس اللي اتفقوا عليه، لأنهم عاملين قانون بينهم وبين بعض عن طريق إن كل دور يبلغ الدور اللي قبله بالوجبة المفضلة ليه، فكل واحد بياكل وجبته بس. ولو حد خلى بالاتفاق ده بينزل له 2 من الدور اللي فوقه ويعاقبوه على كسر القانون ده. بس صاحبنا الضخم ما بيشغلش باله بكل الهري ده، وكل اللي مسيطر عليه دلوقتي إنه جعان وعاوز ياكل، فبيقرر ياكل وجبة حد تاني، لكن بيمنعوه ويقولوا له إن كده هيخل بالنظام، لأنه هياكل أكل غيره وغيره هياكل أكل حد تاني وهكذا، والنظام هيبوظ. فبتنقذ الموقف بيرم وبتديله جزء من أكلها، وبيسألهم تامب عن اللي هيحصل، فقالوا له إن في ناس من الدور ال19 والدور ال20 هينزلوا لصاحبه اللي أكل البيتزا بتاعته، وده فعلا اللي حصل تاني يوم. لكن الاتنين اللي في الدور ال21 تمردوا وتعاركوا معاهم، وكمان نزلوا مع المنصة للي تحتهم علشان يقتلوهم. فبينبهوا تامب وبيرم إن هما لو ما قدروش يوقفوهم هينزلوا لهم ولازم يتعاملوا معاهم. فبتكسر بيرم عمود حديد من السرير وبتنزل المنصة، وبيكون عليها واحد مقتول والاتنين التانيين بيقعوا عليها وهم ماسكين في بعض. بس في الوقت ده بيكون في بواقي أكل واقع في الدور اللي فوق، وبتحاول البنت ترميه كله لأن الحرارة عندها بدأت ترتفع جدا، لكن للأسف ما بتلحقش ترميه كله لوحدها، ومن ارتفاع الحرارة الدور كله بيولع وبتموت البنت. وبيحاول الشخص المتمرد ده إن يخلص عليهم، لكن بيرم بتوقعه ودماغه بتتخبط في المنصة وبيغمى عليه. ولما المنصة بتنزل من الدور بتاعهم بتبدأ الحرارة تنخفض بسرعة، فبيحاولوا يرموا الأكل من الدور وبينجحوا في ده قبل ما يتجمدوا. فبيجيله تامبو ويقوله إن كل ده بسبب القانون بتاعهم، وإنهم مفروض يسيبوا للناس حرية في الأكل. بس هو بيقوله إن ده مش حرية، إنك تاخد أكتر من حقك لأن كده هتاخد حق غيرك. وبيقول لهم إن اللي حط القانون ده واحد بيلقبوه بالمايسترو، واللي كان موجود هنا من قبلهم بفترة ونزل لمستوى قليل جدا ومكلش حاجة لمدة شهر، والشهر اللي بعده كان برضه في مستوى قليل ومفيش أكل، فبدأ يقطع حتت من جسمه علشان يأكل الناس اللي معاه، ودول هما اللي اسمهم الحلفاء واللي نفذوا قوانينه بعد كده وبيطبقوا حدودها. وواحد من الحلفاء دول هو تاجن اللي بيعتبر هو القائد بتاعهم الحالي. وتاني يوم بتنزل المنصة وكل واحد بياكل وجبته بس، لكن بيتفاجئوا لما يلاقوا زميلهم الجديد بياخد وجبات الناس اللي ماتوا وبيتخلص منها في الحوض. ولما تامب سأله قاله إن لازم يعمل كده علشان مفيش حد ياكل أكتر من وجبته، لأن توزيع الأكل بشكل غير عادل هيخلق خلل بالنظام وهيفيد ناس ويظلم ناس تانية. وبيأكد عليهم إن دي هتكون مسؤوليتهم لآخر الشهر. وبياخد المتمرد معاه بعد ما ربطوه وبينزل مع المنصة علشان يوديه لتاجن وهو يقرر العقاب المناسب ليه. وفعلا بقى كل يوم يعملوا كده، بس تامبي كان بيقاوم بصعوبة ومستخسر الأكل اللي بيترمى ده، لحد ما في مرة أكل من الأكل المفروض يتخلص منه. بس المشكلة إن في واحد من المستوى اللي فوق شافه وهو بيعمل كده، لحد ما بنوصل لآخر يوم في الشهر وبيسمعوا صوت احتفال الناس بنزول المنصة للدور ال175 وهي لسه عليها أكل، وده إنجاز عن الشهور اللي قبل كده ودليل على إن القانون جايب نتائج كويسة. فبيفرحوا ويبدأوا يرقصوا سوا، بس طبعا لأن ده فيلم كئيب مفيش فرحة هتكمل كده. وتاني يوم بيصحوا يلاقوا نفسهم في الدور ال180 وبيخافوا جدا إن مفيش أكل هيوصل لهم، وفعلا ده اللي بيحصل. وبيبدأ تام بيتعب من قلة الأكل وبتكون بيرم بتعتني بيه، لحد ما في يوم بيشوفوا راس حد بتقع من فوق وبيعرفوا إن الحلفاء بينفذوا القانون في كل اللي خلفوه الشهر اللي فات. وكمان بيعرفوا إن من ضمن الناس اللي هتتعاقب كان في واحد ضخم في المستوى ال24 وأكل من أكل الناس اللي ماتت بدل ما يرميه. فبتكذب بيرم وتقول لهم إنهم كانوا في المستوى ال46،
وبيخاف تامب جدا وبيقول لها إنه هيلتزم ومش هياكل غير وجبته بس بعد كده، بس هي بتحاول تطمنه إن مش هتتخلى عنه. فبيحكي لها إن سبب دخوله السجن ده هو إن أهله اللي بعتوه هنا علشان شايفينه مجنون ومش منضبط، ولأنه في مرة كان هيولع في البيت. وبعد ما بتنام بياخد الولاعة بتاعته وبيروح يقف على الفتحة وبيقول لبيرم إنه مش عاوزها تتعذب معاه أكتر من كده، وبيولع في الملاية اللي عليه وبتمسك فيه النار وبيقع في الفتحة وبيموت. وفي الشهر اللي بعده بتصحى بيرم في المستوى ال51 وبتكون مع واحدة جديدة وبتعرف إنها فقدت دراعها في السجن ده، بس بيسمعوا إن في ناس متمردين في الدور ال54 ومش عاوزين يلتزموا بالقانون، فبيقرروا إن ينزلوا علشان يعاقبوهم. بس الناس اللي تحتها بيعرفوها إن القانون بيقول إن الأربعة اللي في الدور اللي فوق المتمردين على طول بس هم اللي مسموح لهم ينزلوا، وده علشان ما يسببش فجوة كبيرة في 3 مستويات بين الأدوار. لكنها ما سمعتش الكلام وقالت إن 6 أفضل من 4. بس واحد من اللي تحتها بيقرر يستنى وما ينزلش معاهم علشان يحافظ على التواصل بين الأدوار، ولما بينزلوا للمتمرد بيبدأوا يتعاركوا سوا لحد ما المنصة بتنزل فبيهرب معاها، لكن بيرم وصاحبتها بيمسكوا فيه وينزلوا معاه وبتكون هتقتله بيرم، لكنه بيترجاها ويقول لها إنه بقاله هنا سنة ونص وكان جعان جدا، فبتسيبه وبيهرب مع المنصة. لكن صاحبتها بتتضايق جدا إنها سايباه يهرب، وبيكون معاهم في الدور ده ولد واحد بس من ذوي الاحتياجات. فبالليل بتحكي لها زميلتها عن نفسها وبتقول إنها دخلت السجن ده من 6 شهور، وأول يوم ليها كان معاها صاحبتها اللي شرحت لها كل القوانين، وكانوا محترمين فعلا القوانين وملتزمين بيها، لحد ما في يوم شافوا 2 بيطلعوا في الروح من قلة الأكل فسابوا لهم أكل الناس المتوفية وما تخلصوش منه، بس ساعتها جالهم تاجن بنفسه وعاقبهم عقاب شديد جدا. هي قطعوا لها دراعها وصاحبتها ربطوها في المنصة ونزلت للناس اللي في المستويات اللي تحت خالص، ومن شدة الجوع كلوها حية، وبتقول لها إن محدش بيخرج من هنا حي، والحل الوحيد للهروب هو في نهاية كل شهر وقت تبديل الأدوار لما بيرشوا الغاز المنوم لازم يلاقوا طريقة ما يناموش بيها ويقدروا يخرجوا مع جثث الناس اللي ماتت من قلة الأكل. بس للأسف تاني يوم بينزل تاجن ومعاه المجموعة بتاعته وبيقرر يعاقب الاتنين اللي سمحوا لهم بالنزول معاهم لأن ده كان خروج عن القانون. فبيقرر يخلص على الأول علشان عمل غلطتين، الأولى هي إن سمح لهم ينزلوا معاه وما منعهمش، والتانية هي إنه كان دوره هو اللي ينزل بس ما نزلش واستنى. وبيعاقب التاني إن يقطع له إيده وده لأنه عمل غلطة واحدة بس وهي إن سمح لهم بالنزول، وبعدها بيحكم على بيرم بقطع إيديها لأن دي أول غلطة ليها. أما صاحبتها فبيحكم إنه هيربطها في المنصة ويسيبها تتاكل حية من الناس اللي تحت. بعدها بيجي مشهد لأطفال بيلعبوا بنظام وترتيب في مكان تحت السجن وهنعرف إيه قصتهم قدام. المهم في آخر الشهر بتصحى بيرم المرة دي في المستوى 72 وبتلاقي معاها راجل عجوز، أيوة هو نفسه تريماجاسي اللي كان معانا في الجزء الأول، بس هنا كان لسه أول يوم ليه جوه السجن ده. فبتتكلم معاه وبتسأله إيه الحاجة اللي جابها معاه للسجن، فطبعا بيقول لها إنه جاب السكينة بتاعته، فبتاخدها منه وبتقوله إنها هتنزل الأدوار اللي تحت وتقنع الناس إنهم يعملوا مجموعة اسمها الأحرار ضد قانون الحلفاء. وهو طبعا ما بيفوتش الفرصة وينضم معاها وبينزلوا فعلا وبيقنعوا الناس واحد ورا التاني، واللي بيقتنع بيركب معاهم على المنصة وبيكونوا عدد كبير من الأحرار لحد ما بيوصلوا لدور فيه لوحة بتلفت انتباه بيرم جدا، فبتقرر ينزلوا في الدور ده كلهم. بس بيلاقوا تاني يوم المنصة نازلة فاضية من أي أكل، وبيكون تاجن ورجالته واقفين في الدور اللي فوق وبيقول لهم إنه هيفضيها من أي أكل كل يوم لحد ما يستسلموا أو يسلموا قائد التمرد ده. بس تريماجاسي بيقترح إن ينزلوا الأدوار اللي تحت وهيكون فيها ناس من مجموعة الحلفاء وبيقول لهم إن ياكلوهم لو الأكل ما نزلهمش، وبيعجبوا كلهم بالفكرة دي وبيقرروا ينفذوها من تاني يوم. بس تاني يوم بيلاقوا المنصة نازلة وعليها كمين وكل رجال التيجن مستخبين ورا المراتب وبيهجموا عليهم فجأة وبتدور المعركة بينهم وكله بيبقى بيضرب في بعض. بس بيستخبى تريماجاسي تحت السرير وبياخد بيرم معاه لحد ما كلهم بيموتوا بعض وما بيفضلش حد غيرهم هما الاتنين بس. وهنا بتفتكر بيرم يوم دخولها السجن ده وبنعرف إنها كانت نحاتة شاطرة جدا وكانت عاملة تمثال لكلب ضخم بمخالب حادة جدا ومحبتش تحاوطه بسور الأمان. وفي يوم جالها حبيبها المعرض وكان معاه ابنه، بس الولد كان شقي جدا فوهو بيلعب وقع على التمثال والمخالب جت في عينه وموتته، بس هي المحامي بتاعها قدر يطلعها براءة وشركة التأمين اتكفلت بتعويض ضخم. وبالرغم من إن كل اللوحات بتاعتها اتباعت بملايين وبقت أشهر نحاتة في جيلها إلا إنها ما قدرتش تنسى اللي حصل وجت هنا متطوعة علشان محتاجة وقت للنسيان. وبعدها بتقول لتريماجاسي إنها قررت تخرج من هنا، بس هو بيقول لها إنه هيفضل هنا ومش هيخرج معاها. فبتمسك اللوحة اللي لقيتها وبتقطعها وبتبلع منها حتة
وده بيسبب لها عسر هضم فبيغمى عليها، ودي هي الخطة اللي اتفقت عليها مع زميلتها علشان ما تستنشقش الغاز المنوم لما ينتشر. بعدها بيجي مشهد تاني للأطفال، بس المرة دي بيكونوا غير منظمين وبيتحركوا بهمجية كبيرة، بس الغريب إن بنلاحظ معاهم الطفلة الصغيرة اللي كانت في الجزء الأول وهي بنت ميهارو. المهم إن الأطفال بيشكلوا زي هرم كبير، وفي طفل منهم على قمة الهرم ده وبيكون فرحان، وبعدها بتدخل ميهارو نفسها ومعاها راجل تاني وبياخدوا الولد ده وبيمشوا. بس برضه هنفهم كل ده كمان شوية. وبنرجع تاني وبيكون الغاز انتشر في المكان، وبيدخل اللي شغالين في المكان علشان يبدلوا المساجين بين الأدوار، وبيجمعوا الجثث كلها علشان يخرجوها. بس في الوقت ده بتفوق بيرم فبتفك نفسها وبتخرج تستخبى تحت السرير في المستوى الأخير، بس بتشوفهم جايين بالطفل اللي ميهارو أخدته من شوية وبيحطوه على سرير في المستوى 333، فبتقرر إنها مش هتسيبه في السجن ده وبتاخده وتطلع على المنصة. لكنها لما بتنزل لتحت بتلاقي ناس كتير حرفيا بيموتوا من شدة الجوع، وبيقول لها إن الأطفال بس هم اللي مسموح لهم يطلعوا مع المنصة للإدارة، أما هم فرحلتهم انتهت هنا خلاص. وبياخدوها معاهم والمنصة بتطلع لفوق وعليها الولد. وبعدها الأيام والشهور بتعدي وبيفضل ناس تانية تنقذ أطفال وبيتكرر معاهم نفس الحاجة، لحد ما في يوم بينزل جوري بطل الجزء الأول وهو معاه الطفلة بنت ميهارو، وبتحصل نهاية الجزء الأول اللي كلنا عارفينها. بس الجديد بقى إنه بيقابل بيرم وبتكون عارفاه وبتتفاجئ بيه وتقوله أنت إيه اللي جابك هنا، وبيحضنوا بعض وبيمشوا، وبنعرف إن هو ده يبقى حبيبها اللي ابنه مات عندها في المعرض. وبس كده بيخلص الفيلم. استنى بس، رايح فين؟ طبعا في حاجات كتير مش فاهمينها وعايزين نوضحها، خصوصا النهاية الغامضة دي. طبعا الفيلم ده بيمثل طبقات المجتمع ومحاولات التواصل ما بين الطبقات دي، سواء بالعنف أو التفاهم أو التمرد، وده واضح في أحداث الفيلم. أما الأهم بقى وهو مشهد النهاية، وتفسيري الشخصي لنهاية الفيلم ده هو في نقطتين مهمين. أولا، إن العالم اللي تحت الدور الأخير ده هو ما بعد الحياة، وإنهم كده اتقابلوا فيه وده معناه إنهم ماتوا، وأي حد بينزل للدور ده فهو كده مات. وده ظهر في جملة إحنا كلنا رحلتنا انتهت هنا خلاص، والمقصود هي رحلة الحياة، وإنهم بكده بيكونوا اتخلصوا من أي شعور بالذنب تجاه أي حاجة عملوها في حياتهم، واتحرروا من السجن اللي بيكونوا عايشين فيه وموجود جواهم، سواء داخلينه بإرادتهم أو محطوطين فيه من المجتمع اللي حواليهم. والسجن ده مش شرط يكون مكان، لأ ده وارد جدا يكون الشخص مسجون جوا فكرة مسيطرة عليه أو شعور بالذنب. وده قاله تريماجاسي لبيرم لما رفض ينزل معاها، وقال لها إن السجن الحقيقي هو بيكون أفكار مسيطرة علينا، ولو اتخلصنا منها هنتحرر من سجننا. الفكرة التانية بقى وهي وجود الأطفال، فلما كان المجتمع قايم على نظام بين الطبقات وكل واحد عارف حقوقه كويس، كان الأطفال بيتولدوا في نظام سليم، وكل طفل بيكون ليه فرصة في الحياة إن يعيش ويجرب ويتعلم. أما لما تحول المجتمع لهمجية وصراع للبقاء، اتنقل التأثير ده على الأطفال، وبقى في صراع للفوز بفرصة الحياة بدون اتباع النظام للدور. والرسالة هنا إننا مش بس إحنا اللي هنتأثر، لأ ده هيأثر على الأجيال الجديدة كمان، وبالتالي المجتمع كله هيفسد. فرسالة الفيلم عموما إن لازم يكون في تواصل وتفاهم بين طبقات المجتمع، وكمان يكون في نظام بيحمي الجميع، بس في نفس الوقت برضه يكون ليه جانب إنساني، وإلا هيسبب الإحساس بالظلم، وده بيؤدي للتمرد زي ما حصل في الفيلم. وبيأكد إن المجتمع بيبدأ من قمة الهرم، مينفعش اللي فوق يعيش لنفسه ويجي على حق اللي تحت أو يقول ما يخصنيش، لأن ده هيعود عليه بالضرر من الأجيال اللي هتتولد وتطلع بعد كده. وبيأكد على فكرة إن المجتمع كله بيكمل بعضه، لو صلحت قمة الهرم هتصلح القاعدة بتاعته، ولو فسدت القمة ده هيضرب الأساس وهينهار المجتمع كله. بس كده. قولولي رأيكم في التفسير ده، ولو حد عنده تفسير لحاجة منطقية أكتر ممكن يوضحها في الكومنتات. ونتقابل على خير مع فيلم جديد. سلام عليكم.